يظلن دائما ما تروح روخا من يون ذباب بوخا ما يظلن سمدن ولما إلا تحفظ القرآن أكثر من سن صاحب البيت أي الظلن. فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المسجد وصاحب الرسالة الأخيرة والمسؤولية دغلو كلها النبي صلى الله عليه وسلم. وربما دون هذه الفوائد والحكم في المسجد الأقصى من حيث بعض الفوائد. إنك المهم إنك فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلى ركعتين ثم خرج إنك فجاءني جبريل عليه السلام مدي فوق بيزد السين الإناء سين يعني يمشي قاقين يقفوش نكاقي سنا يون قيس اللبن يون تصل لقيس الخمر وجمال كيني يونمك الخمر أدنيني أولا الخمر الوقت لم يحرم ما زال قناة مكة المكرمة ربيت يحرمها يحرميت ذي المدينة المنورة وكان يقول لها حرام الوقت اني تثدي تسويها. المهم يفكيز السيناقين الخمر ويفكيز اللبن يفكي الناس اختار يا رسول الله إنك فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم يختار اللبن يروح يفكي ويروح على وسينا نبي قانك يعني ايا شغل اود كان بلا ما يخمم ايا وين دي سن يسد شغل بيلوفاس ايا واقينا وي انك العلماء قالك النبي صلى الله عليه وسلم يخمم مليح شو يلقنا ذي اختيار ذيك خاطر جبريل يسينا ولاش الوحي ولاش الناس اختار يا رسول الله فاختار اللبن. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يختار الحاجه قلن ام يتدي خلق ربي ولا ما ام يتدي خلق ربي الصفا يختار الصفاء والنقاء يختار الأصل يختار الحاجة ويفدلها للعبد. أخاطر الخمر أشوث ماشي الأصل الخمر تتفض فاكهة معينة أتسخمرض أتفيرمونتي أتخسر أتغلظ الخمر يتوشت العبد تخسريت أفسدها الإنسان. الرسول يروح على الحاجة دي خلق ربيك إني الأصل فاش تلاقي ناس جبريل اخترت الفطرة وهديت إلى الفطرة وهديت أمتك إلى الفطرة. الناس تبيض الفطرة. إذن الفطرة أشو المانينس ذي الإيمان الصافي الصفاء من الإنسان وقبل أتكشم الشرك بالله وقبل أتكشم المحرمات التي تفسد الإنسان. وين مقال الفطرة أتقمض أم كي خلق ربي عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقارن الحديثين الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. أنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم البهيمة إنك أم البهيمة تدي خلق ربي كذا تلها هدي سيونسك شوية يمزوني سيقطع كذا يعني ذي شوه الخلق أن ربي عز وجل. كذلك الفطرة يا قد يخلق ربي عز وجل الإنسان ما تجر لا في ذكا تجر راش أمثلان تجطنا في الإيمان القيمنا في الإيمان بالله عز وجل أساس نديس بليك ثلاثة الآلهة أنا أربعة أنا خمسة هذه قيمتنا في الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل للفطرة ماشي الصفة الخلق الموجود داخل الإنسان أي أن الإنسان موحد لله عز وجل. أتدي خلق ربي عز وجل ليس سن الله عز وجل بل كنت تدي خلق كل شيء ويزم هذه الخلق إيون النظام. إذن الناس لقد هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إلى الفطرة. إذا تكيث هذا المعنى عظيم المعنى يجي أن الاختيار اللبن الصفاء أم تدي خلق ربي عز وجل لا إنك. وبعد ذلك قال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج إذن يشدث إذن البراق هذه يقيم ذين البراق هذه يقيم ثبور ثقي من المسجد الأقصى. عرج العلماء قالوا كيف عرج علامة استفهام ولاش الأحاديث اللي تبين كيف عرج الحاجة دي صبنا يروح مباشرة أي المعراج الذي عرج فيه المعراج أما الدين ولله المثل الأعلى فادني نتسلي السياقي لقاك السلوم إلا السلوم وكتسليض ذاكي ولاش التفاصيل هاكي فعرج به يروح مباشرة إلى سماء الدنيا. سماء الدنيا العلماء قالوا لك النجوم هاكي سماء الدنيا سماء يجي مزوارو يوكي ثنا كذا السماء ثم زواروث. قال لك العلماء ايوا كن
وش في غير كان مليح ان شاء الله هو غلط هذه اخطاني الدقه من حيث المسافه قالنا كي قد اتي اون فيزي وش في غير ما الا 6000 كيلومتر على ايوا كتخدم 3 زون 3 سنوات ايوا كتعوض النجم مزوار وميجني يعني سي فريمون يعني واقي يعني 3 زون 3 سنوات ايوا كنا تصوض اريثريا مزوارو دي قرفن فاش قالك افغن في الحقيقه ما الا فغن الصح رحنا القمر راه كيدور كذا القاع اثناء ذي القاع في الحقيقه كلشي يدور كني قاع فيها كتفغ تروح يعني واقي من يعني المعجزات. وزد على ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولاش الوقت يروح يغالد كيدنا مازال السوينس يحمى كما جاء في بعض الاحاديث يروح يغالد مازال والسوينس يحمى يعني هي ما هي الا ثواني في الحقيقه ولكن ثواني يجي وربما دقائق ربما دقيقتين ربما كذا الله اعلم ونكش ما التفاصيل لكن اين الامور يقدراني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ازلت تكتب في كتابين ربما من حيث الجنة والنار والسماوات السابع يجنوان الأنبياء الكلام كدسان يكشمر كان داخل يكشمر إبراهيم يكشمر بيت المعمور ولا يعني أين ولا ذقواقي ربما هذا عدي عفلة سردوها ونتفصيلها لا تصدي سماواتك أتفضل بلي أتصن الأمور ما يعني لقاك ساعات وكن أثنى كويت أشحال وكان نخدم ساعات وساعات ونكفو يد نحكو فقط. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يوالد فوسونيس مزدلث يحمى. المهم قال العلماء فعرج من بيت المقدس سلقعني سصدريس مكان فعرج إلى السماء يولي رجني وكذا جبريل عليه السلام يمكن لنا فيما مضى من بضار جنيام زوارو سماء الدنيا فالملائكة تحرس السماء لات الملائكة تاع السن يجنني ويجنني ساعة ثبورث كما جاء في الحديث فجبريل عليه السلام استأذن يستفتح الناس يعني وكاز فتحان فسقسان تنوكشني اش انويلني ذاك هل هو رسول هل بعث اليه الى غير ذلك فاجاب جبريل عليه السلام الناس نكيني جبريل وكذي محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول بعث يعني بعثه الله عز وجل فهو مبعوث فاستفتح ففتح له يكشم هذيك النيام زوارو انك مي يعدي ولا ادم عليه السلام يسقسا طبعا جبريل عليه السلام انوت وقينيس هذا ابو البشريه ادم عليه السلام وقيد ذذاث تخلقيث ادم عليه السلام اذ قيون الحديث مثل سقسا كاكيا في ادم عليه السلام إنك يولث النبي صلى الله عليه وسلم يولى آدم عليه السلام إنك ما يولى الجهة اليمنى يتولي مقارنة كثيرا أما الدنيا إن كوشة كتفركات كما جاء في الحديث يعني فيرى سواد عظيم سواد عظيم أما توضك الحاجة ذا كان يكون ليس دروات إنك فكان يضحك فإذا رأى إلى الشمال في الشمال ينس هذه ولي كذلك ينطر كوشة يعني دبر كان كي حاجة تفركت مليح طاس سواد عظيم إنك فيبكي إناس جبريل عليه السلام فيغرى إناس الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل لماذا يا جبريل يعني ما يولك إناس آدم عليه السلام ثقت تخلقيت يك يعني العباد ينس الرون آدم عليه السلام ذو قذني النص ناس يلا دروات ويظن الجزء النظر باش نقع النص اثناء سيولا غوش وقال نقل على اليمين اهل الجنه ذو قذني ذرون ادم عليه السلام يكتب ربي عز وجل ذو قال نكش من الجنه وقال نقل على الشمال ذو قال يكتب ربي عز وجل اذلين من اهل النار والعياذ بالله جعل الله عز وجل من اهل اليمين من اصحاب اليمين الناس وكذا ذو قذني يخالفن اوامر الله عز وجل ذو قذني كفرن صار ربي عز وجل يركو كذا قلنا سور لاغوش وكذا اهل الشمال وهم اهل النار وكذا ذرون ادم عليه السلام ادم اكيد ذف السنه فاش قال يتسرو متولي الجهه يجي تسناث وكذا خطبنا العبره من ادم عليه السلام ادم عليه السلام اختبره الله عز وجل في الشجره اسمي سينو سترا سينك بدا ما يسمى الطاعه
وكذا المعصية كان المفروض ذوين العبرة قصة فاف السن وهو تعصينا ربي عز وجل الضعن ربي عز وجل وكنا ديلين من أهل الجنة ويعني ميقبض أريك النيام زوارو ثم يكمل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله